هاي بالكل، وكيفكم؟ معكم فاطمة. بفيديو اليوم رح أعيد ترتيب الأغراض يلي باخدهم معي برا البيت. طبعا من زمان ما سويت جورنال برا البيت، وبآخر فترة كنت دائما إني أخطط أسوي جورنال برا، بس بالنهاية كنت شيل الأغراض وأروحهم معي زي ما هم، ما أصيبهم وما أسوي شيء. مشان هيك قررت بفيديو اليوم إني أعيد ترتيبهم معاكم، على أمل إني أتشجع وأسوي جورنال برا البيت. طبعا هذا الفيديو أنا كنت مصورة واحد مثله من قبل، بحكي لكم فيه إيش أهم الأشياء اللي لازم تكون معاكم، وأعطيتكم نصائح، وعلى ما يبدو إني رح أرجع أعيد القصة من أول وجديد، وأحكي لكم إيش لازم تاخدوا معكم وإيش مش لازم تاخدوا معكم. ومشان أكون صريحة معكم، الشيء اللي خلاني أعيد ترتيبهم هو إنه أنا تغيرت، بدأت أثبت بستايلات معينة وأعرف إيش بدي وإيش ما بدي. مشان هيك حكيت ليش ما أعيد ترتيب الأغراض معاكم. وكمان هذه الفترة عم فكر أصير أروح على كافيهات وأصور فيديوهات لليوتيوب وأنا بسوي جورنال، مع إنه القهوة والأشياء السخنة صراحة أبدا مو جوي وما بحب أشربهم، لكن بنفس الوقت أنا من الأشخاص يلي بحب أطلع برا، وبحب بنفس الوقت أسوي جورنال برا البيت. ولما أسوي جورنال برا البيت بحس في هيك إشي مميز وخارج عن إطار الغرفة، يعني بدل ما دائما بكون عم سوي بغرفتي، لا، بطلع بغير جو وبسوي يعني بإشي خارج عن المألوف. مشان هيك قررت أعيد ترتيب الأغراض معكم. طبعا أول شي سويته طلت كل شي من المكلمة أو الأشياء اللي حاط فيها أغراضي، وبعد ما طلت كل الأشياء اللي فيها ضفت شوية أشياء جديدة عندي على الأغراض، عشان هيك زي ما حكيت بدنا نغير، فضفت الأشياء اللي كانت عندي. طبعا أنا لما أطلع ما بقتصر بس بالأشياء اللي حاطهم في المكلمة، لا، دايما لما أطلع باخذ فوقن كمان أشياء، مع انه المفروض ما اخذ فوقين كمان اشياء، يعني اكون حاطة فيها بس كل الاشياء اللي نوعا ما رح احتاجهم بالطلعة، لكن خلاص لا اراديا بطول اشياء فوقهن وبضيفهم عادي. والحين راح نروح على فقرة نصائحي الذهبية. بمزح. المهم الحين راح احكي لكم شوية نصائح مني، وحاولوا انكم تلتزموا فيهم، يعني وما تكونوش زي ما يعني بس تحكوا نصائح وما بتلتزموا بإشي. أول شي وأهم شي بالنسبة لي أنا شخصيا اللي هو إنكم تبعدوا عن الأشياء الحادة، وحاولوا إنكم ما تاخذوا مقصات حديد أو أي إشي حاد، فممكن مثلا تستبدلوا المقصات الحديد بمقصات للأطفال. مثلا أنا شخصيا كبنت ساكنة بفلسطين وتحت ظروف احتلال قاسية، صراحة لما أطلع بالعادة ما بحب أخذ معي أي إشي حاد، لأنه دايما بكون خايفة إنه الاحتلال يسوي لي مشاكل. فشخصيا أنا بتجنب دايما أخذ أي إشي حاد معي، خاصة المقصات، يعني عادي بإمكاني أستغني عنها، لأنه بالعادية بكون رايح عند أختي يا بمكان عام، فإذا بروح على مكان عادي عام عادي بقص بإيدي أو باخذ معي مسطرة، لكن بشكل عام ما بحب أخذ معي ولا أي نوع من المقصات. بالنسبة لهاي النصيحة صراحة أنا بعتبرها نصيحة جوهرية، نصيحة كثير لازم تاخدوها بعين الاعتبار، واللي هو إنكم تاخدوا أشياء يعني عن جد راح تستخدموها وراح تستفيدوا منها. مثلا بدكم تسووا تنسيق فينتج، خذوا معكم أغراض فينتج، يعني ما تكونوا ماخدين معكم أغراض كيوت ولطيفة، ولما تصلوا للمطرح اللي بدكم تسووا فيه جورنال تحكوا أنت سوي إشي فينتج، بس انتم مش جايبين اغراض فينتج. فيعني حاولوا هيك الأوراق والأشياء اللي بدكم تاخذوها تكون متناسقة مع بعضها، بحيث يعني عن جد تقدروا تسووا فيها تنسيق، مش تتغلبوا في التنسيق، يعني لا تكون يعني يكون في عندكم فكرة للتنسيق
وتسووه. وكمان بدل ما تاخدوا يعني جميع الدار معكم، خدوا بس عينات بسيطة، يعني مثلا بتقدروا تاخدوا شوية عينات من الوشي تيب، شوية عينات من الأوراق، وما تاخدوا معكم كل الدار. بس أنا شخصيا يعني لازم أخذ معي كل الدار، ما بقدر أروح بدون ما أكون شايل معي كل الدار. يعني مش عارف شو فائدة هذا الفيديو وأنا بالنهاية يعني بشيل معي جميع أغراض الدار، مش عارفة صراحة. وفي حد زيي يعني لما يطلع بشيل معه جميع أغراض الدار، ولا بس أنا؟ مشان هيك اكتبولي في التعليقات إذا أنتوا بتاخدوا معكم جميع الدار ولا لا، بس أشياء معينة راح تستفيدوا منها. وآخر شي ما تنسوش القرطاسية الأساسية للجورنال اللي هو دفاتركم، ممكن بعض الأقلام، ممكن مشبك تثبتوا فيه الدفتر، ملقط للستيكرز، وأهم إشي الصمغ. الصمغ ما تنسوش الصمغ يا جماعة، تفضحوناش. أهم إشي الصمغ. ما تنسوش تاخدوا معكم إشي، وأهم إشي شيلوا جميع الدار واطلعوا، وما تردوا لا على الفيديو تاعي ولا على نصائحي، بس شيلوا جميع الدار. المهم انتوا تكونوا مرتاحين ومبسوطين بالشيء اللي عمالكم بتسووه خارج البيت، واهم اشي نطلع من اطار الغرفة.